في الحلقة السابقة سألنا الناس مجموعة من الأسئلة، ومن بينها منو أكثر دولة عربية تحبونها وغيرها من الأسئلة الثانية. فاليوم بإذن الله راح نكمل الجزء المتبقي من الحلقة. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ السوري، الشعب السوري. اي تشوفه هو الأجمل؟ كوسامة تشوف الشعب السوري ممكن في عنده نسبة جمال كبيرة؟ اي حتى ترى معترف فيه ان الشعب السوري، يمكن الشعب اللبناني نفس الشيء. منو أكثر شعب عربي جميل من ناحية جمال الشكل بوجهة نظرك؟ الأردن، وبدو الأردن كمان. هل لأنك أردنية؟ جميلات جد، يعني مش إنه لأن أنا أردنية، يعني بدون مجاملة؟ لا جد جمال أصلي عندنا بالشمال. زين، الأردنيين يستاهلون رقم واحد بالجمال؟ طبعا. حطتني طبعا، خلاص هذا ما أقدر. كمان أهم شيء الشمال. الجنوبيين أنا ما لي شغل. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ طبعا أنا بعدك. بحس إنه أهل العراق برضه هل في عندهم جمال؟ عندهم جاذبية، عندهم العيون، الكاريزما، هاي جمالهم بجذب كثير. بالنسبة لك منو أكثر شعب عربي جميل؟ بلاد الشام بشكل عام، مش هحدد بلد. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ الجزائريين. هل عشان إن أنت من الجزائر؟ طبعا. ولا فعلا الشعب الجزائري جميل؟ ايه الشعب الجزائري جميل، تحس انه كثير شعوب في بلد واحد. زين، لو قلت لك بلد غير بلدك؟ الفلسطينيين. بالنسبة لك منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ والله الجمال ما يمكن نتكلم عن الجمال، لأنه جمال في القلب. صحيح، بس أنا أدري ليش أنت مو قادر تتكلم. تتكلم. انت عارفة ان كلمتي مش ممكن تنزل الارض ابدا. حنفي خلاص هتنزل المرة. عادي ما قاعد تسمع. بظن القطريين أجمل. بالنسبة لك من أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ سوريا، الشعب السوري. أكثر من إجابة جاوبتي سوريا، ليش؟ بحب سوريا كثير. ايه مميزين. هل يستاهلون رقم واحد بالجمال؟ ايه يستاهلوا رقم. من أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ قطر. بالنسبة لك من أكثر شعب عربي جميل؟ السعوديين هل فعلا فيهم نسبة جمال كبيرة؟ كثير حلوين واشكالهم حلوه. من أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ هلا اكيد البنات نحن السوريين. زين، ورجال الكويت هل فعلا الكويتيين فيهم نسبة جمال؟ جمالهم حلوين، خاصة رجالهم. حلو. زين، لو قلت لك بلد غير بلدك؟ بلد غير بلدي ممكن نحكي كنساء المغرب العربي، جمالهم حلو كتير. من أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ جميل بوجهة لبنان. كل سؤال أسألك تقعد تفكر فيه هذا السؤال على طول، ليش؟ انا بحب لبنان ونفسي انزل لبنان، وراح انزل لبنان ان شاء الله. ان شاء الله راح انزل لبنان. هل فعلا اللبنانيين يعني لو نبي نقارن نقدر نخليهم رقم واحد بالجمال؟ بالنسبة لي اللبنانيين رقم واحد بدون منازع؟ بدون. بالنسبة لك من أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ في عندك تونس، جزائر، لبنان. حلو، أنت اخترت تونس والجزائر ولبنان. لو قلت لك عطني واحدة تخليها رقم واحد. وحدة لبنان. جميلين؟ اي والله. أكثر من واحد يختار لبنان، ليش؟ جميلين يا اخي من جميع النواحي، صوت، كلام، دير بالك المدام ما راح. خلاص صك. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ فلسطين. لاحظتي شغلة أول ما سألتها قعدت تفكر كانت تقول فلسطين، ليش؟ لأنهم كثير طيبين. عندي أصدقاء من فلسطين وأحسهم كثير يعني عفويين وبسيطين وما يكذبون يعني. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ أحس الكويت. تحس الكويت؟ إيه. زين، هل مجاملة لبلدك ولا فعلا الشعب الكويتي جميل؟ مشخة جميل، أسلوب، تعامل، كل شيء مميز. منو أكثر شعب عربي جميل بوجهة نظرك؟ الكويت. هل مجاملة؟ لا بصراحة مو مجاملة، ما في أحلى من شبابنا. شوف الشباب الكويتي والكويتيين حلوين؟ يعني كشخة ورزة وعلى قولتهم أسلوب، فيهم جاذبية. لو قلت لك غير بلدك؟ ممكن نقول السعودية. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ شوف كثقافة تاريخ يقول، مو أنا أقول، الشعب العراقي. تاريخ يقول العراق؟ تاريخ يقول الشعب العراقي، بلاد الرافدين يعني الحضارة كلها عندهم صراحة يعني ونعم بالدول كلها، لكن كشعب مثقف الشعب العراقي. ما فيها روح تعال؟ لا ما فيها روح تعال. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ مصر. في أكثر من شخص جاوب مصر، ليش؟ عندهم ثقافات، كانوا معانا في المدرسة فكنت أشوفهم مميزين، يعني إنه عندهم رغبة بالدراسة والهيك يعني. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ السوري والمصري برضه. لما تتناقش بأي موضوع دايما في إلهم رد، في إلهم نقاش، حوارهم جميل. لو قلت لك عطي واحد رقم واحد، أي هو؟ المصري.
بحس الشعب الفلسطيني شوي مثقف بسبب الظروف اللي مر فيها، يمكن تنوعوا بالثقافات من بلد لبلد بسبب الظروف اللي عاشوا فيهم، فبحس الشعب شوي لامم. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ الجزائريين. بالنسبة لك منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ الدولة أظن أن الجزائر. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ الجزائر. الجزائر. نفس السؤال. المرة قلت على طول الجزائر ليه؟ الجزائر لأنه الجزائر يعني فيها العديد من الثقافات، يعني هي بلد واحد بس فيها عديد من الثقافات، عديد من اللغات، يعني بنتكلم أكثر من لغة، لهيك يعني اخترت الجزائر. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ أكثر شعب عربي مثقف بحس الجزائريين. جزائريين. تشوف هل الشعب الجزائري عنده ثقافة، علم وغيره؟ عنده ثقافة وعلم، نعم. أنا تعاملت مع الشعب الجزائري، تعاملت معهم مسيرتي في قطر هون سنة وشهرين. الشعب الجزائري كثير مثقف مرتب يعني. بالنسبة لك منو أكثر شعب عربي مثقف؟ قطريين. اي والله. هل تشوف ان لما تتعامل معاهم تشوف عندهم علم وكذي؟ عندهم علم الحمد لله ما شاء الله عليهم، يعني مش مجاملة لهم لأن جالس عندهم، لكن والله الأمانة عندهم علم، مثقفين ما شاء الله عليهم، وصلهم تطور، وصلهم حضارة، وما شاء الله عليهم يعني. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ حس القطري. قلتي حس القطري، ليش؟ لأنهم من جهة التعليم يعني هم أعتقد التوب في التعليم ومثقفين. هل فعلا تشوفين الشعب القطري شعب مثقف؟ ايه، المدارس والجامعات يبين انهم مثقفين يعني. جدا. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ والله هذه إجابة عندي إجابتين. قول. مصر وعراق. مصر والعراق، ليش حطيتها بين الاثنين؟ لأن الاثنين يتفوقون بالعلم وبالثقافة وبكل شيء يعني. لو قلت لك اختار لي واحد. العراق. أي. هل فعلا يسال العراق رقم 1 بالثقافة؟ بلاد الحضارة. منو أكثر شعب عربي مثقف بوجهة نظرك؟ خلينا نقول مصر. حلو، قعدت تفكر واخترت مصر. من أي ناحية مصر مثقفين؟ كل النواحي صراحة يعني. أقصد هل مثلا علماء، دراسة شنو؟ الدراسة، وعندهم علماء، ثقافة عندهم عالية يعني. حسيتهم مثقفين. وبكذي نكون وصلنا نهاية حلقة اليوم. أتمنى حلقة اليوم تكون نالت على إعجابكم، وإذا عجبتكم الحلقة لا تنسون تدعمونا بضغط زر اللايك ونشر الفيديوهات، وبإذن الله القادم أجمل.